السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس صباح تأسيس لغة عربية. إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي سلسلة الحروف الهجائية. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض حرف الثاء. والثاء يا أصحابي من الحروف اللثوية. يعني إيه يا أصحابي حروف لثوية؟ حروف لثوية يعني بنخرج فيها طرف لساننا. مثلا يعني يا أصحابي أقول إيه؟ ثاء، ثاء، ثعبان، ثاء، ثاء، ثعلب، ثاء، ثاء، ثور، ثاء، ثور، ثاء، ثلج، ثاء، ثياب. تعالوا بقى يا أصحابي نتعلم مع بعض إزاي هنكتب حرف الثاء. إزاي يا أصحابي هنكتب مع بعض حرف الثاء. ثاء. الثاء يا أصحابي أخو حرف الباء وحرف التاء الكبير. حرف الباء يا أصحابي كان تحتيه نقطة، طبق وتحتيه نقطة، وحرف التاء كان نقطتين. أما حرف الثاء أخوهم الكبير يا أصحابي سنه صغنونة فوق السطر، نمشي نمشي على السطر، نقطة اتنين تلاتة، نقطة اتنين تلاتة. اسمه إيه يا أصحابي الحرف ده؟ ثاء. تعالوا نكتبه تاني مرة مع بعض يا أصحابي. سنة صغنونة فوق السطر، ننزل على السطر ونقفل الطبق، ونقطة اتنين تلاتة. اسمه إيه يا أصحابي الحرف ده؟ ثاء. برافو، كنا نخرج كده طرف لساننا احنا وبننطقه يا أصحابي. ثاء، ثاء. تعالوا بقى يا أصحابي نتعلم مع بعض مدلولية حرف الثاء مرة تانية مع بعض يا أصحابي. ثاء، ثعلب، ثاء، ثعلب، ثاء، ثور، ثاء، ثور، ثاء، ثلج، ثاء، ثلج، ثاء، ثياب، ثاء، ثياب، ثاء، ثعبان، ثاء، ثعبان، ثاء، ثوم، ثاء، ثوم. يبقى احنا يا صحابي اتعلمنا مع بعض حرف الثاء، وقلنا ان حرف الثاء من حروف الايه يا صحابي؟ اللثوية. وعرفنا مدلولات حرف الثاء، وقلنا مع بعض يا صحابي زي كلمة ثلج، كلمة ثور، كلمة ثعلب، كلمة ثعبان، كلمة ثياب، كلمة ثوم. يبقى الحرف ده يا صحابي اسمه ايه مع بعضينا؟ نقوله تاني. ثاء، ثاء، حرف الثاء. تعالوا بقى يا صحابي نعرف مع بعض ونفتكر مع بعض. احنا اتعلمنا ان الحروف بتاعتنا يا صحابي اشكالهم في الكلمة بيبقى ايه يا صحابي؟ في اول الكلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة. طبعا حرف الثاء في اول الكلمة يا صحابي قلنا ايه؟ الحرف دايما في اول الكلمة بيبقى فاتح ايديه، عشان في حرف تاني يا صحابي هيجي يمسك ايه في ايديه، زي كلمة ثلج. تعالوا بصوا يا صحابي، سنة صغنونة فوق السطر، ونمشي نمشي على السطر، وما نقفلش طبعا ايه حرف الثاء يا صحابي، عشان هيستقبل حرف ايه هيجي ايه بعده. ثاء في اول الكلمة. تمام يا صحابي، يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض في اول الكلمة. هناخد بقى في وسط الكلمة. في وسط الكلمة يا صحابي حرف الثاء فاتح ايديه الاتنين، عشان في حرف قبليه يا صحابي، وفي كمان حرف هيجي ايه بعديه في وسط الكلمة، زي كلمة عثرة. عثرة يعني هو ماشي تعثر في الطريق. في آخر الكلمة يا أصحابي ممكن يجي منفصل، يعني بصورته الأولى مش فاتح إيديه، مش هيستقبل الحرف اللي قبليه، يا إما يا أصحابي متصل بالحرف اللي قبليه بالشكل ده يا أصحابي. طبعا هنا في آخر الكلمة المتصل بيبقى إيه يا أصحابي؟ فاتح إيديه عشان بيستقبل إيه؟ في حرف قبليه، في حرف إيه يا أصحابي قبليه. وعرفنا طبعا يا أصحابي إن حرف الثاء من الحروف اللثوية اللي إحنا بنخرج فيها طرف إيه؟ لساننا عند النطق. يلي يا أصحابي حرف الثاء في أول الكلمة زي كلمة ثلج، في وسط الكلمة زي كلمة عثرة، وفي آخر الكلمة زي كلمة حرثة وكلمة ليث. وكلمة ليث هنا يا أصحابي في إيه؟ حرف قبلها متصل معها. وبكده يا أصحابي نكون اتعلمنا النهاردة مع بعض حرف الثاء، وعرفنا إن حرف الثاء من الحروف اللثوية، وإن حرف الثاء أخو حرف الباء وحرف التاء الكبير، وهو يا أصحابي طبق وجواه 3 نقط. كمان يا أصحابي أخدنا مع بعض أشكاله في الكلمة ومواضعه في الكلمة، في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة.
وما تنسوش يا أصحابي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني مع حرف جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.